حكاية قديس وشهيد. والنهارده عندنا ملخص سفر طوبيا. سفر طوبيا من الأسفار القانونية الثانية. وطوبيا كان رجل تقي وكان عايش في السبي الأشوري في نينوى عاصمة أشور. كان مهتم جدا بالعادات والتقاليد والشريعة وعمل الرحمة. كان طوبيا من سبط نفتالي واسم زوجته حنة، وكان عنده ولد اسمه طوبيا برضه. طوبيا كان عايش في محبة ربنا وكان بيساعد المحتاجين وكمان بيدفن الموتى، مع ان كان في الوقت ده ممنوع دفن الموتى، لكن هو كان بيخرج في الاوقات اللي ما فيهاش ناس، بالليل متاخر او الصبح في وقت ما يكونش فيه ناس في الشارع، فكان بيخرج علشان يكفن الموتى ويدفنهم. وفي وقت من الاوقات تعب طوبيا جدا ورجع وهو تعبان ونام ورافع وشه للسماء، فوقعت قذورات من العصفوره في عين طوبيا فعمي طوبيا. بعد ما لما عمي بقي مش شايف حاجه خالص، فما كانش عيشته معاه كويسه، كان محتاج للفلوس، فطلب من طوبيا ابنه ان هو يروح عند واحد صاحبه اسمه غابيليوس كان شايل معاه فضه، فقال له يا ابني روح وهاتها منه. راح ولد قال له طب وانا هعمل ايه واروح ازاي؟ فطوبيا الابن احتار في الوقت ده ولا اعرف البلد ولا كمان اعرف الراجل، هروح ازاي؟ فابوه برضو قعد يفكر معاه، وهو وطوبيا كان بيصلي. كانت في عيله تاني عندها مشكله وهي عيله رعويل. عيله رعويل ده كان عندهم مشكله لان كان عندهم بنت اسمها ساره وهي بنتهم الوحيده. كانت كل ما تتزوج من رجل في يوم العرس بتاعه هيموت، ففضل على الحال ده 7 أزواج. فكانت متضايقه جدا ومتضايقه نفسيا، وكانت بتطلع تصلي في العليه بتاعتها وهي وبتصلي لمده 3 ايام ليل ونهار. ففي الوقت ده ربنا استجاب لها واستجاب برضو ربنا لطوبيا. فالولد هو بيفتح الباب طوبيا الابن علشان يدور على اي رجل يروح معاه المكان ده لان هو مش عارف حد والمسافه بعيده. ففي الوقت ده لقى ملاك الرب رفائيل واقف قدام الباب على هيئه انسان عادي خالص، ما جايش بهيئه ملاك. فطلب منه طوبيا، فهو قال له انا عارف المكان، وخدوه ودخل لابوه طوبيا وقال لابوه ان انا لقيت رجل كويس هيروح معايا. فقال له طيب ماشي. وفي الوقت ده الملاك خد طوبيا ومشي، وهم ماشيين مسافه بعيده جدا. فتعب طوبيا الابن ففكر ان هو يغسل رجليه، ولما دخل يغسل رجليه في النهر عند الشاطئ لقى انه في حوت كبير جه علشان يبتلع طوبيا. صرخ، راح ملاك الرب قال له ما تخافش، بس امسك بين غشيشه وافتح بطنه، طلع منها القلب والكبد والمراره. وبعدين قال له طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قال له احنا هنروح على بيت رعويل علشان انت هتطلب ساره بنته للزواج. فاستغرب طوبيا جدا الابن وقال له ازاي؟ قال له ما تخافش، هي مش هيحصل حاجه تاني، بس انت اسمع اللي انا بقول لك عليه. فعلا راحوا الرعويل، طلب منه في الوقت ده زواج ساره بنته. وبعد كده كان ملاك الرب كان قايل لطوبيا ان في يوم العرس هتحرق القلب والكبد. فكر طوبيا ان هو هيعمل كده، لكن طلب من الملاك قال له ممكن تروح تجيب لي النقود بتاعه والدي من واحد اسمه غابيليوس. قال له حاضر. فخد الملاك 4 من غلمان رعويل وبرده خد منه جملين وراح جاب النقود، وهو وهناك راح قال له انه هو طوبيا الابن هيتزوج وتعالى عشان تحضر العرس. وجه معاهم. اول ما شاف طوبيا الراجل عيط اسمه غابيليوس، لكن طوبيا فرح جدا لان ملاك الرب كان مطمنه جدا. وبعد ما كتب العقد الزواج خد الكبد وخد القلب وحرقهم في النار طوبيا. وبعد ما حرقهم في النار وفضل لمده 3 ايام يصلي كده، طلب من باباها ان هو يرجع لوالده، وراح قال له باباها طب خد نص النقود بتاعتي. كان راجل غني جدا واداله من المواشي واداله من الجواري واداله من الغلمان من البقر والجمال ومن كل حاجه، وقال له خد معاك. وخد معاه وهو ماشي. وبعد ما قرب يوصل عند والده جري على والده، والملاك كمل مع ساره لغايه البيت. وطوبيا الاب خد المراره من ابنه وفتحها وعمل بيها عينيه، ورجعت عينيه تشوف زي الاول، ووقعت الغشاشه اللي كانت على عينيه. وفرح جدا انه ابنه تزوج من ساره. والملاك بعد ما وصل عند بيت طوبيا الاب كشف عن نفسه وقال ان هو ملاك الرب رفائيل. وفي الوقت ده صعد ملاك الرب للسماء. وده كان ملخص سفر طوبيا. وبركه الملاك رفائيل تكون معانا ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.